عظة وعبرة أيها المسلمون أن صفاء العقيدة وسلامة الإسلام الصحيح سبب بحفظ المجتمع من الدمار ومن التفرق والتمزق. ولا أدل على ذلك ما أنعم الله على هذه البلاد اليمنية وخصوصا هذه الجهات الجنوبية التي لم تعرف التشيع ولم تعرف الرفض، وكان من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من جهود أهل السنة الصادقين المخلصين أن ثبتوا هذه العقيدة في المجتمع بالمساجد وبالمراكز وبدور العلم. علم الناس العقيدة الصحيحة أهمية الانتماء والانتساب إلى الإسلام الصحيح، فلم يغتروا بالشعارات الرافضية الحوثية ولا بالصرخات تلك الصرخات الكاذبة: الموت لأمريكا والقتل في المسلمين، الموت لليهود والضرب والتفجير في بلاد المسلمين. لم تنطلي عليهم تلك الشعارات كأنهم بفضل من الله ثم بوجود أهل السنة أهل الكتاب والسنة مساجدها ومراكزها حصلت حمية للمجتمع، حتى أن الحوثي وصل إلى هذه المناطق لكنه لم يجد له حاضنة ولم يستطع البقاء فيها فرد من حيث رجع. من أين أخذ أهل هذه البلاد المباركة هذه العقيدة الصحيحة؟ هل أخذوها من الكتب المدرسية أم أخذوها من الجامعات والمدارس؟ لا والله، إنما أخذوها من مساجد السنة، من دور السنة، من دعاة وعلماء أهل السنة. وصار حتى العامي في الشارع ممن يعرف أنه مقصر لكنه لا يرضى أن تتغير العقيدة، لا يرضى أن يتسلط عليه أمثال هؤلاء. الذي يطعن في أم المؤمنين عائشة ليس بمسلم، الذي يكفر الصحابة ليس بمسلم، الذي يكفر أبا بكر وعمر ليس بمسلم، الذي يقول بعصمة الأئمة ليس بمسلم، الذي يقول بتحريف القرآن ليس بمسلم، الذي يقول بعصمة أئمة 12 ليس بمسلم. ما يرثون هؤلاء ليسوا من المسلمين. الرافضة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية يلحقون بفرق اليهود والنصارى، ليسوا من المسلمين وإن ادعوا الإسلام. وهكذا أيضا لا ننسى أبدا المواقف المشرفة لأهل هذه المحافظة في بلادنا وجهاتنا الساحل الغربي في دحر الرافضة والحوثة. فلهم المقامات المشهودة المعلومة في بطولتهم في شجاعتهم، فهم هنا ضربوا أروع الأمثلة في نصرة الدين وحماية الملة والعقيدة والدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والوقوف أمام انتشار المد الرافضي. فأسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء. لا يتغلب علينا الحوثة. الآن لهم دورات من دوراتهم بالآلاف يعلمون خلاف القرآن فيه نحو 100 آية في فضل الصحابة. ألغوا هذا كله ويسبون أبا بكر وعمر. إن لم ننتبه والله يغزون إلى مساجدنا ويسبون من زكاهم الله عز وجل. القرآن 100 موضع في فضل الصحابة، 100 موضع، ومع ذلك يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في صنعاء وفي غيرها على أيدي هؤلاء الذين يخالفون القرآن. قولوا لي بالله عليكم، هذه الطائرات المسيرة التي يرسلها الرافضة الحوثيون والصواريخ كم قتلت يهوديا، كم هدمت بيتا في دولة اليهود، بينما في شهر رمضان قتل الحوثة الرافضة أكثر من 50 يمنيا ما بين عسكري ويمني، وما حصل في رداء من إسقاط وهدم البيوت على الآمنين من الأطفال والنساء. فأين اليهود إذا الذين يقتلونهم؟ وأين أمريكا التي يقتلونها؟ إنهم يقتلون اليمنيين، إنهم يهدمون بيوت اليمنيين، إنهم يهدمون بيوت الله ويمنعون الصلاة القيام والتراويح. لتعلموا أنها مؤامرة من هذا المثلث الشر، اليهود والنصارى والرافضة. لا نرضى في المناطق المحررة أن يحكمنا الروافض. والله سنموت ولا نرى يوما أن هؤلاء سبابة الصحابة أمامنا في الشوارع. والله سنموت وسنحمل السلاح ضد هذا المجرم الأثيم، سنحمله، نقولها ذلك بغير استحياء وبغير خجل. نقول ذلك لأننا عندنا الدين فوق كل شيء، عندنا الدين فوق كل شيء. ما هذا الواحد ما بيموت إلا في وقته وفي أجله وفي عمره. أين الرافضة؟ أين الرافضة في قتال أهل الردة؟ هذا تاريخ أهل الإسلام، هذه كتب أهل الإسلام، هذه مكتبة الإسلام. أين الرافضة؟ أين الشيعة؟ أين الحوثة الذين يزعمون أن كل بلاء في العالم، وهذا مسطر في كتبهم لهذا المدبر، يقول كل بلاء في العالم سببه أبو بكر وعمر. يا عباد الله، إن أبا بكر رضي الله عنه أجمعت الأمة على كونه صديقا، هو أعظم صديق وجد على ظهر هذه الأرض. إن موقف أهل السنة لا يزال وهو الذي تعرفونه بحمد الله عز وجل، والذي قد نقلته وسطرته الملاحم فضلا عن الخطب والمحاضرات. أن موقف إخواننا وأبنائنا في الجبهات لأوضح مثال وأبين
حجة على موقف أهل السنة. كم قد قتل من قتل ممن نرجوه شهيدا، جرح من جرح، ولا يزال مرابطا من يزال، ولا يزال مرابطا من يزال مرابطا في الثغور. فهنيئا لمن وفقه الله، لمن كتب الله له الشهادة، ولمن وفقه الله للرباط في سبيله. نقل شيخ الإسلام الإجماع على كفر من كفر الصحابة أو معظمهم كما في الصارم المسلول. من الذي يكفر الصحابة؟ إلا نفرين 3-4 الروافض، وأذنابهم في كل أرض. وعندنا الحوثة وهم أذناب الرافضة، يحاولون أن يلوثوا بلاد اليمن بلاد السنة والإيمان بمذهبهم وعقيدتهم الكفرية عياذا بالله. ونسأل الله بحوله وقوته أن لا يمكن لهم. لا يمكن أن تكون الرافضة هي التي تبني التوحيد. اليوم الرافضة دورات صيفية ومخيمات لتربية أبنائهم على الرفض والكفر المحض، ليكونوا بعد سنوات ألغاما متفجرة عندهم القدرة على مصارعة أبنائنا بالحجة والبرهان الفاسد وبالسيف والسلاح. الحوثي نزل نفسه منزلة الدولة ليقوم ببناء هذه الأشياء ولم يكتف، بل تسلط على مراكز سنية وهجر أهلها منها ليحل محلها بعد أن تعب أبناؤها في بنائها وتأسيسها وتعليم التوحيد فيها دهرا، وأتى ليحل محلهم، وهذا إنذار بزواله. أعداء الإسلام دسوا على المسلمين بعبد الله ابن سبأ اليهودي. هذا اليهودي دس في المسلمين هذه الطائفة، وهي طائفة الرافضة، وما زالوا من ذلك الزمان إلى هذا اليوم ينخرون في الإسلام حتى أصبحت لهم دولة وهي دولة إيران، وأفسدوا وأعانهم اليهود والنصارى وقووهم لضرب المسلمين. وهؤلاء الحوثة الذين في صنعاء وما حولها شرذمة من الميليشيا تقف أمامهم دول الغرب ويتظاهرون أنهم ضد اليهود وضد أمريكا. المدرسين في المدارس اتقوا الله في الأبناء، علموهم العقيدة الصحيحة، واغرسوا فيهم العقيدة والتوحيد وحب هذا الوطن الذي ارتوى بدماء الشهداء. اغرسوا فيهم أهمية النصرة وبيان حقيقة عدوهم الحوثي في طوابير الصباح وفي الحصص الدراسية بين هذا وذاك بكلمات يسيرات يعقد فيها الشباب ويعقد فيها الأبناء من هذا العدو الكافر. ينشأ هذا الشاب في يوم من الأيام مجاهدا قد اعتقد بعقيدة صحيحة، هي عقيدة التوحيد والسنة، عقيدة القرآن والسنة.